اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد في مطبخ سوس عطية واحلى عاشورة معاكم ان شاء الله. كل سنة واحنا كلنا طيبين، وكل سنة وكل ام وكل جدة طيبة. وبشكر كل ام وكل جدة على انها دخلت المطبخ وفننت عاشورتها لولادها واحفادها. اسمحوا لي انا كمان اقدم لكم العاشورة بتاعتي اللي عملتها لولادي واحفادي، ويا رب تعجبكم. وكل سنة واحنا كلنا طيبين يا رب وبصحة وسعادة. مبدئيا جبت نص كيلو قمح وغسل نقيته كويس قوي وغسلته كويس قوي، وحطيت عليه ميه مغليه مرتين. يعني احط عليه ميه مغليه واسيبها لما تبرد خالص، وبعدين اصفيها، وبعدين اغلي ميه واحطها عليها تاني واسيبها لما تبرد واصفيها. دي بتخلي الحبايه طريه معايا وبتخليها حلوه عشان تستوي بسرعه معايا كمان. بعد كده صفيتها وحطيتها في الحله اللي انا هسوي فيها العاشوره، وحطيت عليها كميه ميه كتيره. حوالي يعني انا حطيت 3 كاتل من دول. 3، انا حطيت صورت 2 لكن انا حطيت 3. تمام. وسبتها بقى على نار عالية تستوي كويس براحتها جدا جدا جدا، وكل شوية تقلبي فيها عشان ما تلزقش في قعر الحلة. طبعا هي بدأت تغلي وغليت شوية حلوين، بس بصي هي فنشت بس لسه ما استوتش. انت بتهيألك انها استوت لكن لا خالص، هي لسه ما استوتش خالص خالص. فسيبيها لما تستوي كويس قوي وتبقى بالمنظر اللي انت هتشوفيه ده. سيبيها لما تستوي خالص وتبقى كده تشرب الميه بتاعتها وتبقى كده جميله كده ومفتحه، وتاكلي الحته كده تلاقيها استوت خالص. حطيت لها كوبايه سكر، وده مبدئيا هشوفها هتحتاج ولا لا. وبعدين زودت لها اللبن بتاعها بقى اللي هي تستوي فيه، اللي هي هتظبط فيه بقى الطعم ويبقى جميل كده. انا حطيت 2 كيلو ونص بس شلت منه كوبايتين، وهقول لكم ليه دلوقتي. لبن جاموسي كامل الدسم من مصدر موثوق فيه، مش اي لبن تجيبوه. بلاش اللبن العلب وبلاش اللبن الحاجات دي. تمام. لبن جاموسي كامل الدسم بالقشطه بتاعته، لان ده بيخلي طعمه حلو وكمان بتاكلي حاجه مضمونه. حسيت ان هو محتاج سكر، حطيت تلت كوبايه كمان، يبقى انا كده استخدمت كوبايه وتلت سكر. تمام. كان عندي بقى كيس صغير كده فيه قمح مسلوق، كنت حطاها في الفريزر للبليله. خدته حطيت عليه نص كوبايه ميه، وحطيت عليه كمان 3 كبشات من الحله، وضربته كويس في الخلاط ونزلته كله. وكمان على فكره هشطه في الخلاط بنص كوبايه ميه كمان، عشان الحاجات اللي فيه دي خساره ما سيبهاش. انتوا فاهمين قصدي طبعا. وسبت بقى الخليط بتاع القمح واللبن على النار، على نار هاديه كده. وجيت عملت بقى، خدت بتاع ده مج حلو كده، حطيت فيه 2 باكت لبن بودر. خليك مركزه معايا، 2 باكت لبن بودر وباكت كريم شانتيه، وقلبتهم في كوبايه لبن مع 3 معالق. انا حطيت معلقتين نشا هرميين، بس انا استخدمت معلقه كمان لان حسيت ان هو الخليط محتاجه. تمام. يبقى 3 معالق هرميين نشا مع 2 باكت لبن بودر مع كيس كريم شانتيه، وقلبتهم كلهم في كوبايه لبن زي ما انتم شايفين. تقلبها كويس قوي عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وتضيفيها على العاشوره بتاعتك. الحقيقه بتدي طعم وريحه وحلوه قوي قوي كمان. ما تقوليش انها مش مهمه، لا هي مهمه. ليه بقى؟ هقولك. لان العيال بيحبوها بالشكل ده يعني، وبعدين هي مغذيه مش حاجه وحشه يعني. يعني الكريم شانتيه حلو، واللبن البودر حلو، واللبن الجاموسي حلو، والنشا حلو. فالولاد بياكلوها، الاطفال بيستطعموها كده اكتر، بتبقى اطرى على اسنانهم اكتر. حطيت بقى كمان 2 باكت فانيليا عشان الريحه. عايزه تحطي ميه ورد حطي براحتك، بس انا حطيت فانيليا. والكوبايه اللي قلت لكم، الكوبايتين اللي انا قلت لكم ان انا سايباهم الاخر، ادي كوبايه، والكوبايه التانية عملت فيها النشا واللبن البودر والكريم شانتيه. بقت عندي بقى العاشوره كده ريحتها وطعمها والله فظيعه جدا جدا جدا. الف هنا وشفا يا رب. اغبت تقلبي فيها بقى، تقلبي عشان تبقى بقى وتستوي. هي خلاص وصلت للتسويه. بصي بقى عرفت الناس استوت ازاي كده، طالما ما رجعتش لبعضها تبقى استوت الحمد لله. تمام. اديتها غلوتين كمان بعد كده، وطفيت عليها النار بقى وخلاص، وسبتها تهدى شويه، مش تبرد، تهدى بس. وبدأت بقى أعبي البولات بتاعتي والكوبايات والأطباق والعلب والحاجات الجميلة دي، عشان بقى كل واحد ياخد نصيبه وتبقى حلوة قوي قوي. وطبعا الحاجات دي انت بتعمليها بفرحة وبتعمليها وانت مبسوطة، عشان عارفة ان كل الحبايب هياكلوا منها. والله بيبقى فيها البركة وبتبقى جميلة جدا جدا وبتبقى حلوة وبيبقى طعمها حلو، لان انت بتعمليها في مناسبة حلوة، وبتعمليها عشان كل الناس تاكل منها.
فانت بتحس كده ان انت مبسوطة وانت بتعمليها. واي حاجة بنعملها واحنا مبسوطين بتبقى حلوة الحقيقة. شايفة بقى ما شاء الله تبارك الله، الكمية جميلة جدا والطعم جميل واجمل والريحة عايزة اقولك حلوة قوي قوي. والعلب الهدايا بقى والاطباق بقى اللي هتروح لاصحابها، والف هنا وشفا. زوقتها زواق بسيط وحلو كده بالزبيب والبندق، الحقيقة حلوة قوي قوي والف هنا وشفا. ايه رأيكم بقى في العاشورة بتاعتي؟ آه كل سنة واحنا كلنا طيبين. وعايزة اقولك بقى، هتقعدي تمسكي بقى طبق تاكلي فيه بقى كده بالمعلقة واحدة واحدة، هتلاقي الطبق خلص وعايزة الطبق تاني. فخلوا بالكم بقى، فعلا هي اخف على فكرة في الاكل. يعني هي مع انها قمح، بس انا بحس انها خفيفة عن الرز بلبن فعلا. آه وفعلا هي لما بردت بصوا مش تقيلة ولا حاجة، مش ماسكة ببعضها قوي، لا بالعكس خفيفة وحلوة كده، تاكلي منها طبق واتنين وانتي مرتاحة خالص، مفيش اي حاجة. كمان الزبيب مع البندق بيديها طعم حلو قوي قوي، يعني البندق بيديها مذاق حلو قوي قوي. او اي مكسرات عموما، او حتى سوداني او حتى سادة، مفيش مشكلة. يعني مش شرط يكون فيها متزوقة بحاجة، ممكن تكون سادة ويبقى طعمها جميل قوي قوي. الحقيقة كل سنة وانتم طيبين، وعاشورة طيبة ومباركة علينا كلنا يا رب، وربنا يجعل كل أيامنا حلوة. مطبخ سوسو عطية بيقول لك كل سنة وانتم طيبين، وباي باي.